سلام وعليكم. قبل البدء هذه أبرز عناويننا. المغرب يصدم فرنسا بقرار تاريخي. أمريكا ترد على مناورات فرنسا البالية بتجديد دعمها للمغرب في قضية الصحراء. القوات المسلحة الملكية تحيد 3 عناصر من مرتزقة البوليساريو. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الأول أخبار المغرب. القوات المسلحة الملكية تحيد 3 عناصر من مرتزقة البوليساريو. أفادت مصادر إعلامية أن القوات المسلحة الملكية تواصل التعامل بحزم مع استفزازات عناصر البوليساريو بالقرب من الجدار الأمني بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية. وفي ذات السياق كشفت ماروك انتليجنس على موقع تويتر أنه تم أول أمس تحييد 3 عناصر من ميليشيا تابعة للبوليساريو كانوا على متن سيارة عسكرية، وذلك بعد قصفهم بواسطة طائرة بدون طيار، في حين أصيب باقي عناصر الميليشيا. وقد سبق للقوات المسلحة الملكية أن تدخلت في مناسبات عدة تعاملت فيها بالسرعة والدقة اللازمتين من أجل ردع عناصر البوليساريو التي تحاول بين الفينة والأخرى القيام بمناورات استفزازية. المغرب تصدم فرنسا بقرار تاريخي. اختيار شركة ألمانية لتزويد أكادير بحافلات ترام باص عالية الجودة ورفض عرض شركة فرنسية. حصلت الشركة الألمانية العملاقة مان للحافلات على صفقة تزويد مدينة أكادير بحافلات ترام باص في إطار مشروع أمل واي. مصادر موثوقة ذكرت أن شركة التنمية المحلية بأكادير منحت شركة سيفا مرسا المستورد والموزع الحصري للعلامة التجارية الألمانية مان صفقة توريد 30 مركبة ترام باص BHLS مقابل 154.2 مليون درهم. وحسب ليزيكو فإن شركة التنمية المحلية بأكادير SDL فإنه تم اختيار شركة سيفامر على أساس العرض الأقل تكلفة بعد التحقق من مبالغ تعهدات المنافسين. ويتضمن العقد شراء 30 مركبة BHLS مقابل 154.2 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن شركة آيفكو فرانس رفض طلبها للحصول على الصفقة بعد أن قدمت عرضا بقيمة 177.6 مليون درهم. وتم أيضا رفض عروض شركات أخرى قدمت عروضا وصفت بالمبالغ فيها، وهي أوتو نجم مورو. يشار إلى أن الخط الأول لحافلات أمل واي الذي تم إدراجه في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020 إلى 2024 الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس يوم 4 فبراير 2020 بأكادير يمتد على مسار يصل طوله إلى 15.5 كيلومتر. ويوفر ترام باص أكادير خدمات تعادل ما يقدمه ترام واي، حيث يستفيد خط الحافلات ذات المستوى العالي من ممر مخصص حصريا لحركة حافلاته، كما هو الحال بالنسبة لخط الترام واي، مع إقامة أنظمة تضمن إعطاء الأسبقية له عند مفترقات الطرق وتوفير محطات مريحة بتصميم عصري وجودة تعادل جودة الترام واي. السلطات الفرنسية ترخص لوقفة احتجاجية مغربية أمام مقر البرلمان الأوروبي. أعلنت جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج تنظيم وقفة احتجاجية سلمية مرخص لها من السلطات المختصة الفرنسية أمام مقر البرلمان الأوروبي بستراسبرغ، فرنسا، وذلك يوم الاثنين 6 فبراير 2023. ستنطلق من 11 صباحا إلى 12:30 زوالا بالتوقيت المحلي، وذلك تحت شعار مطالبة باحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة جميع الدول واستقلالية منظومة عدالتها والالتزامات الدولية. وأوضح بيان لجامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج يحمل توقيع رئيسها رضوان القادري أن تلك الخطوة لا تعد كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط مأجورة معروفة بعدائها للمملكة داخل البرلمان الأوروبي. ووصفت الجامعة في البيان ذاته تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار غير إلزامي يدين متابعة سلطات الرباط صحفيين بالخطوة الاستفزازية والمناورة والجائر والعدائي في حق المملكة المغربية الشريفة، وقد تضمن ادعاءات واتهامات لا تستند على أي أساس من الواقع، والمغالطات التي استقاها الأخير من مصادر مأجورة تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة. وحسب البيان فإن هذه الوقفة تأتي كخطوة أولى لثني بعض الفرق البرلمانية الأوروبية على الانسياق وراء أجندة عدائية للمملكة، والتي تعاكس مسار العلاقات الجيدة والتاريخية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي بمصالح مشتركة خاصة في السنوات الأخيرة.
أمريكا ترد على مناورات فرنسا البالية بتجديد دعمها للمغرب في قضية الصحراء. خلال زيارتها للمغرب، جددت المسؤولة الأمريكية ميشيل سيسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية التأكيد على الموقف الثابت للولايات المتحدة تجاه مخطط الحكم الذاتي بصفته حلاً جاداً وذا مصداقية وواقعياً، مضيفة أنه أساس عادل ومستدام لحل النزاع القائم حول الصحراء. هذا الموقف الواضح تقابله الدبلوماسية الانتهازية المنتهجة من طرف فرنسا التي لا تؤمن بالشراكة رابح بل ترام استدانة المنطق المتجاوز للتبعية والخضوع. وكانت السيدة سيسون قد أشارت خلال تصريحها الذي أعقب المحادثات التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة إلى ثبات موقف الولايات المتحدة الأمريكية من مخطط الحكم الذاتي الذي أعلنته رسميا نهاية 2020 كحل جاد وذو مصداقية وواقعي. هذا الموقف الثابت يتباين بشكل صارخ مع ازدواجية المواقف التي تتسم بها بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا التي لا زالت تعيش في زمن الهيمنة الجيوستراتيجية وتحن إلى الماضي الاستعماري البائد. كما نوهت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية خلال تصريحها بالدور الريادي والمساهمات القيمة التي يقوم بها المغرب ضمن التزامه بحفظ وتعزيز السلام والأمن بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، معربة أيضا عن تقدير الإدارة الأمريكية الكبير لدور جلالة الملك في هذا المجال وحرصه على نشر السلام وتعميم المقاربة الإنسانية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.